قبل ما ابدا الفيديو انا عاوزك تعرف انك هتشوف تحفه فنيه، حاجه كده اقل ما يقال عنها اسطوريه، رسم وتحريك واكشن ودراما، وبصراحه هتروق عليك، يمكن حتى يكون احلى انمي في الموسم ده. المهم انا عاوزك تعرف انك في الاول هتحس ان الجو مش جوك، القصه مختلفه عن اللي انت متعود عليها، بس اوعدك انك هتشوف حاجه ولا في الخيال. وعلشان كده صلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وما تنساش تشترك في القناه علشان نقرب اكتر من ال3 مليون، ويلا بينا نخش في العظمه على طول. في يوم حماسي وكله فرح وطبول، كان الكل متجمع علشان يشوفوا معركة الأساطير. أيوة، المعركة اللي هتحدد مصير عشيرة لينغ وهتحولها العشيرة من التصنيف الأول. على الشمال بنشوف بطلنا فان، واللي هو معلم العشيرة ديت، مؤسسها كمان وعنده قدرات أسطورية وبيتحكم كده في حوت عملاق ومحدش هيقدر عليه. أما اللي على اليمين ده فهو الشخص اللي هيختبره، هو بيقدر يتحكم في قرد عملاق بطاقة نارية معاكسة للحوت ده. بالفعل بتبدأ المعركة وبيبدأ الجمدان، الاتنين بيهجموا على بعض بقوة جبارة ومحدش مصدق عينيه، ضربات يمين شمال من كل حته، واللي واقف في المكان بيطير. الميه بعدها بتنزل على الجمهور ومحدش مصدق المتعه اللي عينيهم شايفاها. فان بقى هو كمان بيطير لفوق كده وبيقول ما بدهاش، بيضم ايديه الاتنين جنب بعض وبيضرب ضربه زلزله المكان بالكامل. الفنان القتالي اللي تحت لما بيشوفه ما بيستناهوش يكمل، بيطير عليه وهو في نص الهجوم وبيحول القرد بتاعه لوحش من النار. الكل بيتفرج على العظمه ومحدش مصدق الشرار. الراجل بيضرب ضربه قويه جدا ناحيه فان، والكل خلاص قال ان دي نهايته، خلاص الطلاب بتوعه وكل اصدقائه مش عارفين ايه اللي هيحصل له. بس تخيل ان حاجه هتحصل له، لا والله، فان بيجمع كل قدراته في حته واحده وبيطور الحوت ده. ايوه، الحوت شكله بيتغير وجسمه بيكبر وبيمتص الهجوم اللي عليه. الراجل ده بيهجم عليه من جديد، بس خلاص الحوت قوته عدت الحديد، بيمتص كل هجماته وبيرد له الهجوم. واخيرا حانت نهايه المعركه، الاتنين بيجمعوا كل طاقتهم وبيهجموا على بعض بالضربه الاخيره. الطاقه الناتجه منهم ملت المكان بالكامل. الضربه بتخلص وبوم، فان الفايز في القتال. ايوه، الحوت بتاعه هو اللي كسب، واخيرا عشيرته هتعلى من جديد، هيحقق امل اسلافه وهيرجعوا عشيره محترمه. بس فجأة الحوت بتاعه خرج عن السيطرة، طاقة مظلمة بتحيط بيه بتدمر كل اللي حواليها، بتغير شكل الحوت وبيبدأ يقتل في كل الناس في المدرجات. فان بيحاول يلغي الاستدعاء بتاعه ولكن برضه مش عارف، الحوت هو كمان اتضاير ناحيته وهوب قتله. ايوه، فان خلاص مات وشرط حياته بيمر قدامه، بيشوف كل حاجة عاشها والعشيرة اللي قضى عمره كله بيحاول ينميها، بيشوف كمان اصحابه وهم حواليه وكل الناس اللي ساعدته في طريق وصوله لهنا، بيشوف كمان مشهد لنفسه وهو بيقاتل والحوت بيتحول بعد المعركة بتاعته، بيدمر حلمه قدام عينيه. الكل بيبعد عنه وبيسيبوه وهو قاعد لا حول ليه ولا قوة، عاجز عن الوصول ليهم ومش عارف ايه اللي حصل وصله لكده. بيغمض عينه والتساؤلات ملياه، وخلاص البطل مات. بس بوم، الواد لما بيفتح عينه بيتصدم، ايوه ده لسه ما ماتش وعايش وموجود كمان في الغابة. بيروح علشان يشرب، وهنا كانت المفاجأة، بيلاقي نفسه اتبدل مع شخص تاني ومش عارف ايه اللي بيحصل معاه. الناس كده واقفين في الغابة ولما بيشوفوه على طول بيقبضوا عليه. بيتحبس في الأوضة ديت والتساؤلات مش سايباه وعماله تكتر اكتر واكتر. بيقول انا متاكد اني كسبت في المعركه، بس حد استخدم سحره على الحوت بتاعي علشان يتحول لكده. انا لازم اعرف مين ده وانتقم منه. ايوه، انا لازم احرر نفسي حالا وادور على كل الادله. بيستخدم قوته علشان يطلع الوحش الاسطوري بتاعه ويهرب من المكان، وهوب ده ايه ده، بيخرج له كلب ونبته صغيرين كده، والواد مش مصدق عينه، ده اللي هو فيه وحوش ضعيفه كده. بيشوف قوتهم والكلب ده قوته حمام. والله زي ما قلت لك كده، ده كل اللي عنده. اما النبته ديت فشكلها ممكن تبقى مفيده شويه، ولكن انا مش عارف هي بتعمل ايه. عامه استخبوا انتم دلوقتي علشان الحارس جاي. فعلا الحارس بيجي وبيفك فان وبياخدوا على مكان الزعيمه بتاعتهم. الواد بقى كان فك نفسه اثناء ما كان ماشي ودخل علشان يكلم البنت دي. هو طبعا مش عارف اي حاجه ولا عارف اللي جابه هنا من الاساس، ولكن بيتضح ان صاحب الجسم ده كان حاول يتحرش بالزعيمه ديت وحط لها مخدر في الشاي علشان يعني يروق الاداء، بس طبعا ما عرفش يعمل حاجه. والحراس قفشوه، هي حاليا هتنتقم منه. بتقول له انت مفكر ان بعملتك ديت هموتك وخلاص؟ لا، ده انا هسيبك عندي عبد علشان كل ما ازهق من حاجه اطلع عينيك. الواد بيقول لها وليه الشر يا ستي، ده الطيب احسن يعني. بيتسحب عند الباب وخلاص هيمشي من المكان، بس البنت بتقول له مين قال لك تمشي من قدامي؟ بوم، بتطلع الوحش بتاعها وبتهجم عليه. الواد بيطير يتخبط في الارض وبيقول لها مش هسكت لك. بيطلع الاسود بتوعه من وسط الدخان وخلاص هيبدا الجمدان. البنت اول لما بتشوفه ما بتقدرش تمسك نفسها وبتبدا تضحك عليه، ده ايه وحوش اللعبه دول، انت مصدق نفسك ولا ايه؟ الواد طبعا بيموت من الاحراج اللي هو فيه وبيقول لها هتشوفي دلوقتي. البنت فعلا بتهجم عليه بكل غباء، والكلب هو كمان بيهجم على التعبان، كان خلاص هيتمسك. بس بوم، فان بيتحكم في الكلب بكل براعه، بيزود سرعته وبيخليه يتفادى
هجمات الوحش، والبنت واقفه مش قادره تفهم اللي بيحصل ده. هو مش ده فينج الفاشل؟ ازاي بقى عنده المهارات ديت كلها؟ الواد هو كمان ما بيسكتش على كده وبس، لا ده بيستخدم النبته وبيرجعها لورا. بوم بيسيبها عليها. الضربه كانت جامده جدا وطيرت التعبان وخلاص النبته هتكتفه، بس البنت بتزود طاقه الوحش علشان يقدر يضربهم. فعلا بيمسك النبته وخلاص هياكلها، بس فان بيخلي النبته تكتفه في المكان وبيطلع الكلب عليهم من فوق. واحلى مسا عليكم يا جدعان. البنت بتتهان للمره الثانيه وبتتعصب على الاخر منه، بتفعل كل قوتها علشان تقتله، والتعبان فعلا شكله بيتغير، بيحرق النبته ديت وبيرميها بعيد. الكلب وهو كمان بينضرب، وفان مش عارف يعمل ايه مع البنت ديت، بتهجم عليه بهجوم اخير، بترميه في البركه اللي وراه، خلاص هيموت. الواد بقى كان زعلان جدا وطاقته خلاص بتروح، بس فجأة بيشوف السمكة ديت. ايوه دي نفس نوعية السمكة اللي طورها قبل كده وبقت حوت عملاق، على طول بيطلع من البركة والسمكة واقفة جنبه. البنت لما بتشوفه بتفضل تستهزأ بيه وبتقول له انت مفكر انك هتقدر تسيطر على السمكة ديت وتحاربني بيها؟ ده في احلامك يالا. السمكة ديت زمان ايوه كانت واحدة من اقوى الوحوش، ده حتى كانت بتتحول لحوت، بس في معركة القمة اللي فاتت من سنة الحوت قلب على صاحبه خلص عليه، ومن يومها ما عادش حد بيقدر يخرج قوتها وقتلوا كل انواع السمك ديت، وتقدر تقول ما عادش غير السمكه ديت في القاره كلها. فان لما بيسمع الكلام بيتصدم لانهم عملوا كده، بيقول لها ما تكتريش في الكلام وهجومي يلا علشان انا جبت اخري. البنت بتستغرب من طريقه كلامه وبتهجم عليه كل غباء وبنيه القتل، بس خلاص الواد فاق ومع السمكه اللي هتكسر الدنيا، وبيمسك التعبان من بقه قدام وبيخلي السمكه تشفطه من ورا. البنت كانت واقفه مش مصدقه اللي شايفاه، والسمكه بتشفط التعبان كله في لمح البصر. بعدها البنت بتقع على الارض خسرانه، وفان بيطلع من البحيره علشان يودعها، بيشكرها على الوجبه الدسمه ديت وبيطلع يجري قبل ما الحراس يجيبوه. الحراس طبعا بيطلعوا يجروا وراه، ولكن على مين؟ ده فان ابن المعلمين، بيهرب منهم بكل سهوله وبيستخدم النبته كمان. واحلى مسا عليكم يا جدعان. الصبح الحراس بتعتذر من البنت علشان ما يقدروش يمسكوا الواد ده. البنت بقى لما بتسمع الكلام ما بتقدرش تستحمل وبتفضل تشتم فيهم، وده علشان زلها للمره الرابعه صديقي، وابلعي بقى وكفايه عليكي كده. بتفضل تعيط من القهره اللي هي فيها، بس فجاه اخوها بيوصل على المكان، بيوصل علشان اخته زعلانه وبيقول لها مين اللي عمل فيكي كده. البنت بتحكي له على كل حاجه وبتعرفه كمان ان الواد ده قدر يستخدم سمكه السلور ويمكن كمان يبقى اقوى مني. اخوها بقى بيطمنها وبيقول لها يا ستي ده مستحيل، السمكه ديت محدش يقدر يطلع قوتها غير واحد بس في العالم، ايوه هو فان، واصلا هو مات من سنه. اما العره اللي اخد السمكه ده فما تقلقيش منه، انا شويه وهخلص لك عليه تمام. اخته بتقول له تمام، ولكن قلبها مش مطمن. عندها حق يا صديقي، لان الوحش اللي معاه السمكه دلوقتي هو نفسه اللي حولها لحوت زمان، بيمشي فيها طاقته بالكامل وبيطلعها علشان ياكد العقد ما بينهم. السمكه فعلا بتسمع كلامه وشكلهم هيخربوا الدنيا. بعدها بقى وتاني يوم فان بيوصل عند المكان ده علشان يجيب حاجه تنقله المكان الطائفه بتاعته. الراجل اللي واقف بيطلب منه الكلمه السريه وفعلا فان بيقولها له، بس المشكله ان الراجل مش لاقي اسم عشيرته وسط الكتاب، بيفضل يدور لحد لما فعلا بيلاقيها، والمفروض انها علشان عشيره من الدرجه الثانيه. فان ياخد نسر او وسيله مواصلات سريعه زي ما كان متعود، بس الشخص ده بيقول له للاسف مش هينفع، انت عشيرتك نزلت لحد التصنيف الرابع واخرك تاخد حته خنزير. الواد فعلا لما بيسمع الكلام ده بيتصدم وبيركب الخنزير وبيتجه بيه بسرعه ناحيه العشيره بتاعته، بيحس ان في حاجه كبيره هتحصل هناك. وفعلا في الطائفه كان في مجموعه من قطاع الطرق هجموا عليهم علشان يستولوا على المكان ده، ضربوا كل الطلاب وقتلوا وحوشهم وخلاص هيقتلوهم كلهم. بس في الوقت ده صاحب فان بيتدخل وبيقرر يستدعي الوحش بتاعه علشان يخلص عليهم. وحشه كان عباره عن قطه سريعه وبتضرب كل الوحوش ومش سايبه اي حاجه في طريقها. الراجل ده بقى بيحاول يقتلها باستخدام السحليه ديت، بس ده عندها يلا القطه بتمتلك قدراتها فوق الخيال وبتخلص على كل الوحوش في لمح البصر. بعدها بترجع للملك بتاعها بكل فخر، والواد بيقول لهم حلو الكلام ده، يلا بقى مشوا من هنا بالذوق علشان ما تموتوش زي الوحوش بتاعتكم. العصابه كانت واقفه عامله نفسها بتسمع الكلام، والواد ده شغال يهزق فيهم وبيتقنعر علشان هزمهم، بس زعيم العصابه ده بيستخدم ايده من ورا وبيوجه هجوم ناحيه البنات، كان خلاص هيقتلهم. القطه على طول بتشوف الهجوم وبتجري بسرعه تضربه، بس السحليه من وراها بتظهر، بوم بتقتل القطه قدام عينيهم. هارو شاف قطته بتتقتل وما عادش مصدق اللي بيحصل، بيجري عليها علشان يلحقها، ولكن كان خلاص الاوان فات. ايوه القطه اللي بتحميهم خلاص ماتت وما عادوش يعرفوا يعملوا حاجه. فان في الوقت ده كان خلاص قرب على القريه، وفعلا بيشوف المشهد ده قدامه، بيشوف العصابه بتضربهم وما حدش قادر يعمل اي حاجه. العصابه هي كمان بتقرب من هارو علشان يقتلوه. البنت دي بتدافع عنه وبتحاول بس تحميه، بس بوم الكلب في المكان. ايوه فان هو كمان وصل وهيكسر العصابه ديت. العصابه فعلا لما بتشوفه بيستغربوا وبيسالوا انت مين؟
موجودين، امشي من هنا علشان ما تحصلش الموجودين. ولكن تخيل ان فان هيسيب حد يلعب في الطائفه بتاعته؟ لا والله، بوم بيخلي الكلب يهجم عليهم، والسحليه بتصد الهجوم على السريع، بيديها الهجوم الثاني وبتترمى في المكان. العصابه على طول بتخاف وبيطلعوا كل الوحوش الثانيه اللي معاهم علشان يهجموا عليه. الواد بقى كان سهل عليه خلص عليهم باستخدام السمكه، ولكن ايه اللي يعمل كده قدام اعضاء الطائفه؟ وفعلا طلع بره المكان، خلص على كل الوحوش. الغلابه بيجروا وراه ومفكرينه خلاص مات. المات قال بص يالا انت وهو، اللي هيجي هنا تاني مش هيروح سليم. العصابه طبعا بعد ما شافت قوته استسلموا في الحال وطلعوا يجروا وقعدوا يبرطموا في الكلام. بعدها فان بينزل على البوابه، ولين غاول لما بتشوفه بتجري عليه تشكره. لسه ما كملتش الكلمه وبوم راح الواد حاضنها، قال لها انا فرحان جدا علشان شفتك من جديد. البنت طبعا مش عارفه هو بيعمل كده ليه وبتساله انت مين. فان لسه راح يقول لها، وبوم بيفتكر ان هو اتعرض للقتل مره قبل كده بسبب خاين. بيخاف يدخلها في حواراته وما بيرضاش يقول لها حاجه. بيقول لها معلش فكرتك حد تاني وحضنتك بالغلط. بيدخل بعدها جوه الطائفه ويا لها من حسره، الكل انضرب ووحوشهم ماتت وحتى هارو مش قادر يتحرك. فان بيشوفه وبيفتكر ذكريات الماضي لما اول مره لقى القطه ديت، كان فرحان جدا بيها. بيشوف بعدها نظره الكسره في عينه وبيعرف قد ايه هو في موقف صعب. لينغ على طول بتروح تطمن عليه، بس الواد بيسيبها. بيقول لها انا اسف، انا هخرج بره الطائفه ديت، انا خلاص ما عدتش هقدر استحمل اكتر من كده. لينغ بتحاول تخليه يرجع عن قراره، بتحاول تهديه، بس الواد خلاص فقد الامل. وبيقول لها الطائفه ماتت لما المعلم مات من سنه، احنا مش هنقدر نعمل اي حاجه من غيره، انت كمان لازم تسيب الطائفه ديت. فان بقى لما بيسمع الكلام ده بيتكسر قلبه، حلمه اللي قضى عمره كله بيبنيه بيتهد قدام عينيه. بيحاول يوقف هارو وبيوعده ان هو هيساعده في بناء الطائفه، ولكن خلاص الواد فقد الامل بشكل نهائي وبيخرج من المكان وهو زعلان. كل اعضاء الطائفه بيخرجوا وراه وما عادش غير رينج بس اللي جوه. الكل بيضير وشه للطائفه وبيأدوا طقوس الوداع. فان مش قادر يستحمل، بيقع على الارض يترجاهم يدوله فرصه تانية وهو هيصلح الامور، بس خلاص الكل اتخلى عنه من جديد ومش عارف هيعمل ايه. لحظات حزينة ومؤثرة وقصة ولا في الخيال صراحة. المهم تاني يوم كل اللي فاضل في الطائفة بيتجمع ومعاهم طبعا فان. بيقعدوا ياكلوا وهم زعلانين جدا ومش عارفين ايه الخطوة اللي جاية علشان يعملوها. الواد ده بقى على طول بيحط الاكل من ايده وبيقول لهم اللي عدى خلاص فات، احنا دلوقتي لازم نبص للمستقبل ونعين حد يكون القائد علينا. فان بقى كان مفكره يختاره، بس الواد بيروح للينج وبيقول لها ايه رأيك يا زعيمة؟ الكل طبعا بيوافق بحكم انها قبلهم كلهم وبيرحبوا بالفكرة. بيروحوا بعدها معاها يدولها التحية، والبنت كانت متوترة وقلقانة في الاول بس بتشجع نفسها وبتقبل المنصب. وايوه انا مش هسيب عشيره لينج تنزل وازعل المعلم بتاعي. بعدها العيال بيروحوا يفكروا على اول حاجه المفروض يعملوها، ولينج بتقول لهم ان بعد المعركه اللي فاتت كل الحيوانات بتاعتنا اتقتلت، ما عادش معانا اي حيوانات سحريه. بتطلع الخريطه ديت وبتقول لهم على الاماكن اللي ممكن يلاقوا فيها اي حاجه. بس بقى تخيل ان فعلا هيسيبهم يدوروا هنا؟ لا والله، بوم الواد بياخدهم على مكان كده محدش عارفه. بيوصلوا عند الجرف ده وفان بيقول لهم شوفوا كده في حد ورانا ولا ايه؟ العيال بتقول له مفيش من هنا، والواد بينزل بسرعه على التل من هنا. بعدها طبعا بيكونوا قلقانين عليه جدا، ولكن لما بيشوفوه بيطمنوا. بعدها بينزلوا وراه وطبعا الكل بيستغرب علشان فان اصلا عارف المكان ده، ولكن الواد بيتوه عليهم في الكلام وبيقول لهم عنه اي حاجه. بيحكي لهم بعدها عن الوحوش ودرجاتها وان اقل حاجه هي القطه، بعدها النمر ثم الباندا، واخيرا التنين. بيعرفهم كمان ان المكان ده نادر نلاقي فيه اي وحوش قويه، وعلشان كده ما تخافوش يعني. بس البنت ديت بتشوف ثعلب صغير كده عنده 3 ديول وبتقول لفان عليه. الواد بقى اول لما بيشوفه بيتصدم وبيعرف ان في حد في المكان هنا. الحد فعلا بيهجم عليه وفان بيتفادى الهجوم بالعافيه. الواد ده بيقول لهم انتم مين وعرفتم المكان ده ازاي؟ انا مش هرحمكم. العيال وقتها بقى كانوا عارفين ان هم ما فيش معاهم وحوش قويه، وعلشان كده بيمثلوا عليه ان هم يكسروه. الواد فعلا بيقلق والعيال بيزودوها. الواد بيخاف وبيقول لهم خلاص براحتكم، بس ما حدش ليه دعوه بيا. بيدخل جوه المكان اكتر والعيال بتجري وراه. بيوصلوا عند زعيم المكان وهو الباندا ده. بيبداوا في المواجهه بكل شراسه، والباندا ما كانش بيهزر، كان عنده قدرات اسطوريه وبيقدر يعمل وهم وبيخليهم يعيشوا فيه. العيال بتفضل تحارب فيه بكل قوتها، ولكن الباندا ده كان جامد ومش قادرين يعملوا معاه اي حاجه. وعلشان كده فان بيستدعي الكلب بتاعه وبيقول له يهجم عليه. الكلب ما كانش بيتاثر بالوهم اللي عمله الباندا، وعلشان كده ما فهمش الكلام. الكلب فضل قاعد مستنيهم يضربوا في بعض اكتر، ولما استوعب اللي بيحصل راح من ورا الباندا وبوم ضربه. ايوه فاز عليه في القتال. محدش طبعا كان مصدق عينيه، والواد ده بقى على طول بيستخدم الحبل وبيكتف الوحش. بعدها بيجري ياخده منهم وبيخلع من المكان. العيال بتحاول تجري وراه ولكن الواد خلاص هرب وفلق من المكان.
بعدها العيال بيزعلوا جدا وما بيكونوش عارفين هيعملوا ايه. في نفس الوقت ده كان الواد اللي سرق الباندا دخل على المكان هنا، راح لرئيس الحراس يانج اللي هو خاطف الحيوان بتاعه التاني، وكان وعده ان هو لو اصطاد حيوان بداله هيرجع له الثعلب بتاعه. بالفعل جم بيعرفوا ان هو خلاص وفى العقد والمفروض يرجع له الثعلب بتاعه. يانج بيضحك عليه كده وبيقول له تمام زي ما اتفقنا هديلك اللي انت عاوزه، وبيدخل حاجه كده في الظل بتاعه. الواد يا عيني زي العبيط بيجري على الوحش بتاعه ولسه رايح يفكه، بوم الثعلب التاني بينضرب معاه. الجنود بتهجم من كل اتجاه وجوم مش عارف ايه اللي بيحصل هنا، بيزعق يانغ علشان يحوش الجنود بتوعه، بس انت ما تعرفش انت بتكلم مين ولا ايه. ده يانغ زعيم الحراميه في المنطقه، بيخلي الحراس يهجموا عليه من كل اتجاه، والواد كان مسيطر عليهم في الاول ومحدش قادر يقرب منه. في الوقت ده بقى يانج بيطرقع صابعه وعينك ما تشوف الا النور، الوحش بتاعه بيطلع من ظل جون وهي واحده بس بتجيبه تحت رجليه. اعرف مقامك يا فلاح انت. الصبح بقى العيال ما بيكونوش عارفين هيعملوا ايه، وبيقرروا ياخدوا اي وسيله مواصلات ويدوروا على وحوش في حته تانية. بس الراجل ده بيعرفهم ان الخنزير اللي حيلتهم اتاخد امبارح واللي خدوا بقى ما رجعوهوش لحد دلوقتي، فان بيعرف ان الكلام عليه وبيقول لهم خلاص عندنا الحوار ده، معايا شويه فلوس تعالوا نشتري بيها وحوش من السوق. العيال فعلا بتروح معاه ولينج بتختار الفراشة ديت، سعرها كان عالي والبياع مزود في السعر عليهم. جيون بقى بتمسكه تفاصل معاه وبتخليه يديها لهم ببلاش حرفيا. الواد ده هو كمان بيختار وحش كده والدنيا اخر روقان. بيخلصوا مشي في السوق وبيكونوا بقى خلاص مروحين، بس فجأة البياع ده بينده عليهم وبيستهزأ بيهم علشان هم من عشيرة لينغ. العيال طبعا بتتعصب، بس فجأة بيشوفوا الباندا في المكان، ايوه بيشوفوا كمان الثعلبين بتوع جون وما بيكونوش عارفين هو ايه اللي حصل. البياع ده بقى بيقول لهم يمشوا يلا علشان ما يصدعوش اكتر من كده، بس الواد ده بيعمل عليه خدعه وبيخليه يفكر ان الباندا هرب منه. الراجل بيفتح البوكس يدور عليه وهي واحده بس بتنسيه هو مين. بيفرحوا بعدها اخيرا ان الباندا خلاص اتحرر، وجيون بتتقدم عليه علشان تخليه الوحش بتاعها. الباندا كان رافض في الاول بس بسبب اصرار البنت وعزيمتها بيضطر ان هو يوافق. البنت فعلا بتعمل العقد معاه وبيكون الحيوان التابع ليها. بيفكوا بعدها الوحوش بتاعت جون ومحدش عارف هو ايه اللي حصل له، بس الوحوش بتعرفهم باللي حصل وانه عمل معاهم كده امبارح غصب عنه. هو حاليا محتجز عند يانغ وبيطلبوا منهم المساعده علشان يطلعوه. العيال طبعا عارفين ان حالتهم دلوقتي زي الهباب وهم اللي محتاجين المساعده اساسا، وعلشان كده بيرجعوا لمكان الطائفه يفكروا هيعملوا ايه. فان بقى لما بيشوفهم في الحاله ديت بيدي اللينج رساله وبيقول لها انا لقيت عليها اسمك. البنت اول لما بتشوف الخط ده بتعرفه، ايوه دي رساله من فان رئيس الطائفه. على طول بتقراها وبتلاقيها دلاله على مكان موجود في الغابه. بتروح على هناك وبيلاقوا الشنطه ديت في رساله كده موجوده فوقها، ولينج بتبدا تقراها. البنت مش مصدقه عينيها وعماله تعيط، بتتاكد انها بالنسبه للمعلم ما كانتش طالبه عنده بس دي كانت بالنسبه له زي بنته اكتر كمان. فان بيقول لها انا عارف حاليا اني هكون ميت وانت بتقراي الرساله، يمكن كمان احوال الطائفه تكون وصلت الحضيض، بس انت الوحيده اللي هتقدري ترجعيها زي الاول. ايوه انت اللي هتقدري تخليها اقوى طائفه في العالم وتحققي الحلم اللي انا ما عرفتش احققه. سبتلك في الصندوق ده شويه حبوب للطاقه هتساعدك في بناء قوتك. انا عارف انها مش حاجه قدام المصاعب اللي هتقابلك، بس حبيت اكون الكلمه اللي هتبداي بيها السطر بتاعك. وبعدها بتخلص الرساله. البنت طبعا بعد ما بتقراها ما بتقدرش تمسك نفسها وبتنهمر في البكاء، وشكلها كده عرفت هتعمل ايه. بعد ما لينج بتخلص قراءة الرسالة بتاخد القرار وبتقرر تروح تلحق جون وتنقذه. في الوقت ده فعلا كان يانغ بيعذبه والواد مش قادر يعمل اي حاجة. تخيل بقى انه يفضل يتعذب كتير. لا والله بيوصل الفريق بالكامل وبيخلصوا على كل الحراس، واخيرا بيوصلوا عند الغرفة اللي فيها جون. على طول بيحرروه والوحوش بتاعته بتجري عليه علشان وحشهم. جون بقى لما بيشوفهم بيستغرب علشان لحقوه ما سابوهوش هنا. بيسألهم ليه عملتوا كده بالرغم اني خدعتكم المرة اللي فاتت. فان بيقول له سهل قوي علشان احنا هنسرق كل حاجة في المكان ده ومحتاجينك يعني تساعدنا. الواد بيضحك كده على الكلام وبيقول لهم خلاص تمام، وشكلهم هيخربوا الدنيا يا صديقي. على طول بقى بيقسموا نفسهم وجزء منهم هيروح يحرر كل الحيوانات المسروقة، وفان والحيوانات بتوعه هيروحوا على الخزنة. في الوقت ده بقى كان يانغ واصل على المكان وشاف الحراس وهم مرميين على الارض. فهم خلاص كل حاجة. فان بقى هو كمان كان بدأ يدور في اوضه الكنوز. وده ايه الحلاوة ديت، دماغه رايقة ومفيش حد في باله. بس فجأة بيحس بحركة في المكان. ايوه وحش الظل بتاع يانغ دخل وهو كمان دخل وراه. بيقول له انت مفكر ان اللي بيدخل حتتي هيطلع بالسهل كده؟ ده في احلامك يالا. فاهم مش قادر يحدد مكان الوحش وبيحاول يجري منه في كل حته، بيحدف عليه اي حاجه في وشه علشان بس تعطله، بس هو ما بيسمعش صوت حاجه بتتكسر وبيبص كده وراه. هوب ده ايه الحلاوه ديت. بتيجي في باله فكره وبيقلب المكان على دماغه، ويانغ كان هيموت من الحسره على كنوزه اللي بتتكسر دي. فاهم بقى كان خلاص هيمشي من المكان وهوبا الوحش ضربه في بطنه عوره. ايوه
فان كده عمره ما هيقدر عليه. في الوقت ده بقى كان الفريق التاني خلاص حرروا كل الوحوش ولسه هيمشوا من المكان، بيسمعوا صوت انفجار كده وفان كمان بيدخل عليهم شكله مصاب وبيقول لهم عطلوا شويه لحد لما اعالج نفسي. بالفعل يانج بيوصل وبيبداوا يقاتلوا وبيكونوا شادين معاه في الاول، بيقدروا انهم يعطلوه بس في الاول بس يا صديقي يانغ بيستخدم كل قوته على الوحش بتاعه وبيطوره وبيبدا ضرب في الكل محدش قادر عليه. جون والوحشين بتوعه بينضربوا وكمان الباندا والجون بياكلوا على دماغهم. الواد ده وحشه كمان انضربوا وما عادش غير لينج بس اللي ما حصلهاش حاجه. تخيل بان يانج هيسيبها؟ لا والله، بيمسكها قدام الكل بالوحش بتاعه وخلاص هيعصرها في ايديه. بيقول لها من النهارده عشيرة لينج خلاص انتهت، النهارده كلكم هتموتوا على ايدي. لسه كان هيخلص عليها وبوم، فان بيجيب اخره، بيستخدم السمكه بتاعته بعد ما طورها، بيديله الضربه التمام والجو بيتغير وبعدها الميه بتنزل قدامهم. لينج بقى ما كانتش مصدقه عينيها، هو ازاي بيقدر يستخدم سمكه المعلم فان؟ انا في حلم ولا ايه؟ لا انت مش في حلم يا ست البنات، ده فان بذات نفسه موجود قدامك وهيظبط الاداء. يانغ بيحاول يجمع كل قوته على وحش الظل بتاعه من تاني، ولكن تخيل انه يقدر يعمل حاجه؟ لا والله، الواد بيكتفه بالنبته بتاعته من بعيد والسمكه بتظهر من فوقه بتبدا تشفط في كل الطاقه بتاعته، ووحش الظل بيحاول يعافر علشان ينجو بس خلاص يا حبيبي، دي سمكه السلور التمام اللي هتنهي وتخلص الكلام. الوحش فعلا بيمتص بالكامل والنواه بتاعته بتقع على الارض، لازم يكسروها في الحال. يانغ بقى بيحاول ياخدها ويهرب من المكان علشان يصحي وحش الظل تاني، وهوب جون بيستخدم الوحش بتاعه وبيمسكها، بس يانغ بيستخدم قوته وبيقدر يضربه، بيوقع النواه منه، خلاص كان رايح ياخدها. فان بيجري عليه بكل قوته علشان يكسرها، بس يانغ بيستخدم قدراته من تاني وبيوقعهم على الارض، بيقول لهم محدش هيقدر عليا، ايوه النهارده انا هقتلكم كلكم. فان بيحاول يبص على اي حد يخلص على البلوره ولكن مفيش حد في المكان فايق، الكل خلاص واقع، استسلم لامره الواقع وخلاص الكل هيموت. بس فجاه بنت بتظهر كده من فوق السطح، بوم بتخلص على النواه ديت. يانغ لما بيشوفها بيتعصب وبيحاول يهجم عليهم، ولكن البنت بلفها سريعه جدا بتريحه خالص ومحدش مصدق عينيه. فان بقى لما بيشوف البنت ديت بيتعرف عليها، ايوه دي كانت مربوطه في مره كده وهو راجع الطائفه وحررها هناك علشان ما تفضلش كده. بيشكرها بعدها علشان انقذتهم والبنت بتفرح جدا وشها بيحمر منه وبتطلع تجري من المكان وشكلها كده معجبه بها صديقي. المهم بعدها بيقسموا الكنوز ما بينهم بالعدل، والواد ده كان عاوز يطمع شويه. تطمع مين يالا؟ ده الكلب موجود، بياخد اقل واحد في الشله وبيطلع يجري من المكان. وبعدها فاهم بيشوف وحش صغير كده وبيعجبه، بيستخدم قوته عليه علشان يضمه ليهم، والوحش فعلا بيسمع الكلام وبيكون العقد معاه. بس فجاه فان بيحس بحاجه غريبه في جسمه، بيغمى عليه من الوجع. بياخدوه الطائفه ينام وبعدها بيصحى وهو مش فاكر اللي حصل، بيطمنوه ان مفيش اي حاجه حصلت، وجيون بتقول له شويه وهعمل لك الفطار علشان تفوق. فان بقى بيستغل ان محدش هنا وبيستخدم قوته علشان يطور الوحوش اللي معاه، بيخلص دنيته وبيقرر يطلع علشان يقابل لينغ ويشرح لها اللي حصل بالكامل وازاي يعني هو قدر يستخدم سمكه السلور اللي هي خاصه بالمعلم بتاعها. بيروح عندها فعلا وبيلاقيها قاعده بتعيط وكانت في قمه الحزن، واقفه كده جنب تذكار المعلم بتاعها وشكلها كده افتكرته يا صديقي. بتقعد مع فان وبتسأله عن كل اللي حصل وازاي انت قدرت تستخدم السمكة ديت. الواد بيحكي لها القصة بتاعته بالكامل وانه وقع في بحيرة في الصدفة ولقاها وكل الكلام ده. البنت وقتها بتقول له تمام، ولكن باين عليها الحزن جدا. بتقول له بعدها انا مش عارفة ليه انت بتفكرني دايما بالمعلم بتاعي، طريقة كلامك وحتى مشيتك زيه، والنهارده لما شفتك بتستخدم السمكة ديت حسيت بشعور غريب كده وكأن الامل رجع للطائفة من تاني. انا بس عاوزك تعرفني الحقيقة، وهل انت تلميذ المعلم او حتى صاحبه، او انا حاسة انك المعلم بتاعي؟ بالله عليك عرفني الدنيا بالكامل. الواد وقتها بيتصدم الكلام ومش عارف هيعمل ايه وشكله كده وقع في الفخ يا صديقي. بعد ما لينج بتوقع فان في الكلام، الواد ما بيعرفش يرد عليها ولا بيعرف هيقول لها ايه. بيحس كمان باتنين بيتصنطوا على الباب وهو بيقول في باله كده انا مش هسيب الخطه بتاعتي تتكشف، ايوه انا لازم اعرف الجاسوس اللي خاني زمان. وبيتوه على لينج في الكلام، بيقول لها على حكايته مع البنت الاولانيه وانه هرب منها بعد ما حاولت تقتله. العيال اللي بره على طول لما بيسمعوه بيدخلوا بالحبال وبيطلعوه بره في الحال، وبالرغم ان شكله بقى عره بعد اللي عرفوه بس اعتقد ان ده انتصار ليه يعني. المهم بتمر الايام وبيحين موعد البطوله القوميه، والبطوله ديت جامده جدا بتضم معظم العشائر، واللي بيفوز فيها بيحصل على هدايا اسطوريه. على طول فينج بتجمع الاربعه اللي معاها ويلا بينا على المكان. بيوصلوا فعلا على مكان التقديم وبيلاقوا عدد كبير جدا موجود والكل بيبص لهم كده باحتقار، بيستهزئوا بيهم علشان اللي حصل لمعلمهم فان وشايفينهم اقل من البشر. وعلشان كده لينج بتروح على المرشد تساله ليه العدد زايد السنه دي؟ ده احنا كل سنه بنقدم وبنروح على البطوله بكل سهوله. الممتحن بيعرفها ان بسبب ضعف عشيرتكم الفتره الاخيره كل الطوائف الضعيفه جت تقدم على الاختبار، ورفعت الحجه انهم
انهم اقوى منكم، فعلشان كده هم كلهم قدامكم اهو، لو قدرتم تفوزوا عليهم فمرحب بيكم في البطوله، لكن لو خسرتم فانا مفيش حاجه اقدر اعملها معاكم. لينج طبعا بتسمع الكلام وبتكون متضايقه جدا. الشخص ده بيشوفها وبيفضل يتنمر عليها، وايوه ده الشخص سرق العشيره زمان وخانهم، بالرغم انهم قدموا له مساعدات كتيره قبل كده. فان لما بيشوفه بيتعرف عليه لانه ساعده زمان لما ما كانش لاقي ياكل، ودلوقتي جاي يشوف نفسه عليهم بعد ما المعلم مات. ولكن تخيل ان هو هيسيبهم؟ لا والله. بوم بيطلع الكلب بتاعه وهاتك يا دعك، ابلع عياط في وشك انت كمان، وتعالى على اللي بعده. والكل كان شغال ضرب فيهم وبتنتصر عشيره لينغ بكل سهوله. بعدها فان بيروح للراجل ده بعد ما وشه ورم وبيقول له الفلوس اللي اخدتوها مننا هاخدها اضعاف منكم، بعد البطوله استنوا دوركم واحد ورا التاني. هو بيرميه بعدها على الارض ياخد العلاج، وابلع وانت شبه الفار كده. المهم الممتحن بيتصدم طبعا من القوه والجراءه اللي عند العيال دي، وبيركبوا النسر وبينطلقوا الى مكان البطوله. بتقابلهم على طول البنت ديت وبتعرفهم بقواعد اللعبه وكل حاجه فيها. وباختصار يعني انت لازم تلبس السوار ده في ايدك وما تخلعوش اكتر من 3 دقايق. كمان لو وقعت في البحر بالسوار ده فانت خسرت في المنافسه، ولو لقيت نفسك هتاكل على دماغك فعادي تستسلم، ولو الشخص اللي قدامك لمسك فهو كده كمان خسر. البطوله هتتكون من مجموعه من الاختبارات، واللي هيفوز باكبر عدد من النقاط هو اللي هيكون المنتصر. تمام؟ الكل بيقول لها تمام، وبتبدا الجوله الاولى. على طول العيال بتروح على جزيره ومش فاهمين ايه اللي بيحصل هنا. سفينه كمان بتراقبهم عليها كل الاشخاص المهمه، واللي من ضمنهم البنت ديت واخوها. الكل بعدها بيعلن عن بدايه الاختبار، ويلا على العظمه. الجزيره اللي هم فوقها بتبدا تطلع فوق مستوى البحر ومحدش فاهم حاجه. بعدها الجناح ده بيستخدم قوته، وكرات بيضاء بتبدا تجتاح المجال الجوي وتنزل في السماء. اخيرا الكرات ديت بتنور باعمده نور تعرفهم بالمكان بتاعها، واعلى فرقه هتجمع الكرات ديت هتكون الفائزه في المرحله الاولى. تمام. بدا الكل يلم في الكرات فعلا، والواد ده على طول بيجمع واحده، الثانيه كان خلاص هياخدها، بس بيظهر حيوان روحي الواحد كده وبيسرق النقطه منه، وشكلها كده تبدا تحلو يا صديقي. النقط بتزيد مع كل فريق، وفي فريق وصل ل 18 نقطه، وده لانهم بيستخدموا خدعه ذكيه جدا. هم طلعوا الحيوانات بتاعتهم ولبسوها الاساور، وبكده الحيوان اول لما يقرب عند اي نقطه هياخدها، وكمان هيلبسوا الاساور قبل ما ال3 دقائق تخلص. بس هل الموضوع ده سهل كده؟ لا والله. واحد تاني بيشوفهم وبيمسك الوحوش ديت، وبعد ما بيبعدهم لمده 3 دقائق كده الفريق ده بيخسر نهائي وبيخرج من المنافسه بشكل كلي. فان بقى هو كمان كان لاحظ اللعبه وفهمها خلاص، قال لهم بصوا كده، احنا لو فضلنا بالطريقه ديت اكيد هنخسر، وعلشان كده لازم نتقسم ل4، وكل واحد فينا يروح من حته ويتجمع على الاقل 5 نقاط علشان نضمن مركز في اول اختبار. الكل بيسمع كلامه فعلا وبينطلقوا، وشكلهم هيظبطوا الاداء. على طول فان بيجيب له اول نقطتين، وهوبا بيحس بحضور في المكان. ايوه في فريق ظهر قدامه وشكله كده عارفهم من زمان. الكلب بقى اول لما بيشوف البنت ديت على طول بيجري عليها، بينط يحضنها، وشكلها كده ليه علاقه بصاحب الجسم ده. المهم في الاثناء ديت لينغ جابت اول نقطه ليها والدنيا زي الفل، بس فجاه بيطلع من وراها 2 كده وعاوزين النقطه ديت. البنت طبعا بتفكر في العواقب اللي هتحصل لو خسرت ومش عارفه تعمل ايه، بس فجاه بيظهر الواد ده وبيكلمها. ايوه ده هو نفسه صاحبهم هارو اللي ساب الطائفه ومشى زمان. طريقه كلامه بقت مختلفه وصوته مليان غرور، وشكلها كده مش عارفه ايه اللي حصل له. الاتنين اللي كانوا موجودين ما عجبهمش الكلام وهجموا على الواد بالوحوش الروحيه بتاعتهم، بس فجاه القطه بتاعته بتظهر وبتخلص عليهم. لينج كانت واقفه مظلومه وفرحانه علشان القطه طلعت عايشه، وعشان كمان صاحبها قدامها. الاتنين دول بقى بيطلعوا بقى الحيوانات بتاعتهم وبيهجموا عليهم، بس القطه برضه بتخلص الموضوع. البنت طبعا بقى ما كانتش فاهمه ازاي القطه لسه عايشه، بتبص عليها كده بتتصدم، ده شكلها اتغير ولحمها طلع وتحسها خلاص بقت زومبي. هارو هو كمان بيهجم على الاتنين دول وخلاص هيقتلهم، فبيستسلموا في الحال قبل ما يخلص عليهم. لينج طبعا ما كانتش مستوعبه طريقه صاحبها الوحشيه ومش مصدقه ايه اللي حصل معاه. الواد بقى بيعرفها ان هو انضم لجناح مختلف وعشره اكبر، وزي ما انت شفت دلوقتي فهي خلتني اقوى، تعال انت كمان وانضم لينا علشان تكوني بخير. لينج طبعا بترفض طلبه وبتعرض عليه هو اللي انضم ليهم، وبتقول له ان الجناح بتاعهم كبر بعد ما فان انضم لينا، ومتاكده اننا هنرجع زي الاول واحسن كمان. وقتها الواد بيتعصب منها وبيقول لها نرجع؟ ده في احلامكم انتم، الطائفه خلاص ماتت مع المعلم فان وانتوا بس بقايا مستنيه الهلاك. عامه انا قدمت عرض ليكي، المره اللي جايه اللي هنتقابل فيها هنكون اعداء. وبعدها بيسيب البنت وبيمشي من المكان. لينج طبعا كانت زعلانه علشان صاحبها مشى وما كانتش عارفه تعمل ايه. في نفس الوقت كان الواد ده ماشي ولقى نقطه قدامه وراح اخدها من هنا. بيظهر واد كده من وراه وبيقول له النقطه ديت بتاعتي. صاحبنا اول لما شافه اقصر منه بدا يتنمر عليه، بيقول له يا عم اوبا دي وقعت خبطت في الصور بتاعتي وبقت نقطتي. الواد اللي ضده بيتعصب جامد وبيقول له بقى انت بتستهزأ بيا؟ طب انا هوريك. وبوم بيستخدم طاقته روحيه وبيستدعي الوحش بتاعه. الواد
قوته كانت كبيره جدا وعملت شعاع ملى المكان بالكامل. ده حتى السفينه بتشوف الشعاع ومحدش مصدق العبقري ده جاي منين. بعدها الوحش بتاعه بيظهر، ويا الهي ده بيطلع تنين من فئه اسطوريه وشكله هيخرب الدنيا. ليون على طول اول لما بيشوف الوحش بيفتكر الماضي بتاعه، بيفتكر ابوه وعيلته لما كانوا بيتنمروا عليه بسبب ضعف قوته. بيزعل جدا وبيقوم وهو متعصب، والواد خلاص بيهجم عليه. الضربه وصلت وهوبا، ده ايه الكوميديا ديت؟ التنين خبط في الصخره جنب ليون والواد ما حصلوش اي حاجه. وبيتضح بقى ان التنين ده قوته بتكون على حسب صاحبه، وبما ان الواد لسه صغير وما اتدربش كتير فتحكمه في التنين واتجاهاته تكاد تكون معدومه. ليون بقى لما بيشوف الفرصه ديت بيستغلها وبيبدا يهجم بالوحش على الواد بكل غباء. ولكن تخيل ان الواد هيسكت له؟ لا والله، الواد بيستخدم قوه التنين في جسمه وبيدغدغ دماغه. ليون بيحاول يضربه مهما يضرب ولكن مفيش فايده. ده الاسطوره ده حبيبي، الوحش بتاع ليون بينضرب وبيطير وخلاص هو كمان هيحصله. بس في اخر لحظه الواد ده بيوصل وبيوقفه قبل ما يخلص عليه. بيقول له يا ابني القوه موجوده لحمايه الضعفاء مش للتنمر عليهم، وبما انك خلاص هزمته فمفيش داعي للكلام ده. لون وقتها بيعرف ان ابوه عنده حق، ولكن بيعرفه ان هو اللي سرق النقطه بتاعته الاول، وعلشان كده اتعصب عليه يعني وبدا القتال. ابوه بيقول له يا عم مش مشكله نشوف غيرها في مكان تاني، وبياخده علشان يمشي من المكان وكانهم مش فارق معاهم البطوله باللي فيها. ليون طبعا لما بيشوف المشهد ده بيتاثر جدا وبيعرف ان الواد ده عكسه وكمان اقوى منه ولازم يرجع كرامته وما يخسرش تاني. بيقف قدامه من جديد وبيقول له في المره اللي جايه انا ههزمك. لونغ بيقول له تمام وبيعترف بيه كمنافس، وبعدها بيمشي من المكان. وشكلهم كده هيبقوا صحاب صديقي. نروح بقى عند البنت جيون وهي ماشيه بتجمع في النقط هي وصاحبها الباندا ده. الواد مزاجه مش مظبوط ومش بيسمع كلامها والبنت ماشيه وراه زي العبيطه. بيفضلوا ماشيين لحد لما بيقابلوا 3 بنات وباندا بيطلع علشان يواجههم. جيون كانت قاعده مستخبيه وراه والباندا شغال زعيق علشان البنات تديله ال3 نقط اللي في ايديهم. بس غريبه يعني هم ليه شايلينها كده وما بيحطوهاش في الصور؟ ما علينا. المهم بيبدا القتال معاهم والباندا بيخلص على الحيوانات بتاعتهم بكل سهوله. جيون هي كمان بتطلع تهددهم وبتقول لهم هاتوا النقط ديت بسرعه يلا. العيال وقتها بتنهار قدامها وبيترجوها تسيب لهم النقط، وده لانهم كانوا في الاصل 4 بنات بس في واحد خطف زميلتهم الرابعه وهددهم ان هو يقتلها اذا استسلموا او حاولوا يعملوا اي حاجه، وحلهم الوحيد انهم يسلموا له 5 نقط علشان يعني يعفوا عن حياتها. البنت وقتها بيصعب عليها البنات جدا وبتقرر تروح وتساعدهم، وفعلا البنات بتوصل عند الشخص ده وبيقولوا له للاسف ما عرفناش نجمع غير 3 نقط بس. بيترجوه يسيب صاحبتهم الرابعه بس الواد بيضغط عليها. البنت بتصوت وخلاص كانت هتموت، وهوبا الباندا بيظهر وبيدغدغ دماغه. بيطير الوحش كمان وبوكس واحد بيخلص عليه. العيال بقى كانت لسه هتفرح ولكن بيشوفوا الدوده ديت بقت في رقبتها، وبيتضح ان المجرم ده كان عامل احتياطاته وحاطط دوده تانية فوق العمود الفقري، ولو اي حاجه حصلت هيخلص على البنت ويقتلها قدامهم. الكل طبعا اتصاب بخيبه امل، وجيون ما كانتش مصدقه ان البنت خلاص هتموت بسببها. بتتعصب جامد وبتدخل في حاله هيجان وبتشوف ذكريات من الماضي بتاعها. الهاله بتاعتها بتتغير وبتمسك المجرم من ايديه وهي واحده بس بتشقلبه بوم بتخلص عليه. الباندا هو كمان بيلحق البنت وبيمسك الدوده، وده ايه العظمه ديت يا جدعان. بعدها البنات بيجروا على اختهم الرابعه وبياخدوها بالحضن. اما بقى جيون فالطاقه لسه بتطلع من جسمها ومش عارفه ايه اللي بيحصل معاها. بتقع على الارض مغمى عليها والكل بيجري يشوف مالها، والبنت بعد شويه بتفوق. ما كانتش فاكره اي حاجه من اللي حصل لدرجه الناس استغربت جدا لما سمعت ان هي اللي هزمت المجرم. المهم بتودعهم جيون وخلاص كانت ماشيه، بس العيال بيندهوا عليها بيعرفوها انهم خلاص حبوها وبيدوا لها ال3 نقط اللي معاهم كامتنان يعني على اللي عملته. بيعرفوها كمان انهم في المستقبل هينضموا للعشيره بتاعتهم وهيساعدوها في اي حاجه. وجمال جمال يا جدعان. في نفس الوقت ده كانت اللجنه اللي بتراقب المجموعه بتشوف النقط وتوزيع كل واحد وكل حاجه. عشيره لينغا حاليا في المركز السابع وشكلهم هيظبطوا الاداء. المهم فان بقى كان ماشي هو والبنت دي لوحدهم في الصحراء بعد ما سابت الفريق بتاعها وراحت معاه. الواد بيقول لها يا ست انت مين وماشيه ورايا ليه؟ ما تشوفي مصلحتك بعيد عني وخليكي يعني مع فريقك. بس البنت خلاص لزقت معاه وبتقول له يا عم افتكر ذكرياتنا سوا، ده احنا مع بعض من زمن الزمان. الواد بيحاول يسالها اسئله عن شخصيته القديمه وبيمسك ايديها كده بالغلط، وهوب اخذ الطريحه التمام. اسئلتك من بعيد لو سمحت. بتعرفه ان هو كان شخص مريض وحقير ومحدش كان بيعبره تقريبا، زي ما تقول كده حسالة المجتمع. فان طبعا بيتصدم اللي بيسمعه وبيقول لها تمام. بعد شويه بقى بيقابلوا صاحبهم هنا واللي بيتجمعوا اخيرا في المنحدر ده. كانوا قاعدين بيتكلموا عن النقاط والمرحله، وهوبا واحد بيظهر في المكان. ايوه ده وحش عجوز عنده طاقه كبيره وعاوز ياخد النقط اللي معاهم. جون بيقول له والله يا عم النقط خلاص بقت في الصور، ولو تعاركنا دلوقتي فمحدش هيستفيد حاجه وهنضيع يعني الوقت وخلاص. الراجل
الراجل فعلا بيسمع كلامه وبيقتنع، وكان خلاص هيمشي من المكان. بس فجأة بيجي اشعار لكل الناس انتهت الجولة الاولى وبدأت الجولة الثانية، وفي الجولة ديت اي حد السوار بتاعه هيلمس سوار الخصم فهياخد كل النقط اللي فيه. وقتها العجوز ملامحه بتتغير وبيقول له اهو كده انا هستفاد. بينزل عليهم فعلا وجسمه بيتحول وبيهجم على الواد. فان كان عاوز يقاتل ضد العجوز ده، ولكن جون بيمسكه وبيقول له يلا بينا نهرب. جون فعلا بيهرب وبيسيب الثلاثه اللي معاه في الفريق وبيخلع، وده لانهم مش ناس في الطائفه ولا اي حاجه، دول مجرد ناس اشتراهم بالفلوس يكملوا عدد وخلاص وما معهمش اي نقاط. وشكله كده عمل معاهم الجلاشه يا صديقي. بالفعل العجوز ده بيطلع على الست الكبيره وبوم بيموتها. الاثنين اللي وراها بيترعبوا من المنظر وعلى طول بيستسلموا. العجوز بقى كان عاوز يقتلهم ولكنه بيفتكر القاعده الثانيه، ولو اي حد ضرب شخص استسلم فيخسر في البطوله ويخرج منها، علشان كده بيسيبهم وبيمشي من المكان وبيحاول يلحق جون علشان يسرق كل اللي معاه. في الوقت ده الفريق كله بيتجمع اخيرا وبيشوفوا البنت ديت، بيتعرفوا عليها واسمها جيانج، وبتقول لهم كمان انها حبيبه صاحبهم فان، والكل بيتصدم. الله انت من امتى يا عم بتحبوا ايه الحلاوه ديت؟ المهم لينج هي كمان بتوصل وبيحسبوا النقط بتاعتهم، وحاليا معاهم 20 نقطه في المجمل، وده شيء مش وحش في المرحله الاولى يا صديقي. المهم بيفضلوا يخططوا لحوار تاني يجمعوا بين نقط من غير ما يقتلوا حد او يعملوا مشاكل مع اي شخص في المكان، وفعلا بتيجي في بالهم فكره جهنميه وبيبداوا ينفذوها. في الاول كده كان في 2 ماشيين بيدوروا على نقاط في اي حته، بيشوفوا قدامهم 3 في حته واحده والعيال بيزقططوا. الحيوان بتاعهم بيجيب النقط وبيرجعها عليهم، وهوب دول بيطلعوا حجره اصلا. ايوه الباندا خدعهم والمكان بتاعهم انكشف وخلاص العيال هتتعجن. الكل بينزل ضرب فيهم مش ملاحقين الهجمات وبينجحوا ياخدوا منهم 9 نقاط. ده ايه الحلاوه ديت؟ بعدها بقى كانوا لسه يروحوا على مجموعه تانية ويعملوا فيهم نفس الحوار وياخدوا نقط، بس فجاه بيظهر شخص وبيحاصر جيانج وبيحط الوحش ده عليها. ايوه دي نفس الطريقه اللي جون شافتها قبل كده، والمجرم وقتها بيهددهم بيقول لهم لو ما جبتوش كل النقط اللي معاكم هقتلها قدام عينيكم. الكل طبعا كان قلقان على البنت وخصوصا فان اللي مش عاوزها تتأذى بسببه، وعلشان كده لينج بتدي لهم كل اللي جمعوه والمجرم بياخدها وخلاص ماشي. اخد البنت معاه كرهينه وقال لهم لما ابعد عنكم في امن مكان هحررها وهتيجوا تاخدوها. طبعا فان ما كانش عاوزها تروح معاه وقلقان، ولكن ما باليد حيله. الراجل بيمشي فعلا بالبنت والكل مستنيها تتحرر. 2 من العشيره بتاعته واقفين كده كضمان ان هو يعني مش هيغدر بيهم. بس وبعد ثانيه الكل بيسمع اعلان خروج فريق جيانج من البطوله. فان حرفيا بيتجنن وبيحس ان حصل لها حاجه، خلاص هيخلص على الاثنين اللي قدامه. بس بوم بيسمع اعلان تاني بخروج فريق الشخص اللي اخدها من البطوله وما حدش فاهم اي حاجه. على طول فان بيطلع يجري على المكان علشان يعرف ايه اللي حصل وهل فيها حاجه ولا ايه، ولكن البنت بتقابله في الطريق وبتقول له على فين يا عم؟ خليك هنا انا تمام. بتحكي له بعدها على اللي حصل وازاي قدرت تهرب من المجرم وكمان استسلمت. قالت له ان لما المجرم اخدها ومشوا هي غفلته وطلعت حيوانها الروحي وثبتته في المكان. بعدها استسلمت من البطوله وخلته يضربها ضربه خفيفه جدا وخسرته، وبكده هما الاثنين خسروا واخدت كل النقط اللي معاه. هي بنت الجامده بتدي بعدها كل النقط لفان وبتقول له دي هديه مني ليك علشان خفت عليا. بعدها بتركب البتاع ده وبتمشي من المكان قبل ما الجوله الثالثه تبدا. وفي السفينه بقى كان الكل مصدوم من عشيره لينغ بعد اقصائها ل3 فرق مره واحده ووصولهم بعدها للمركز الثاني، وبكده هم عادوا العشيره بتاعت هارو وحرفيا الواد محروق. بعد شويه بقى بيعلن عن بدايه المرحله الثالثه، وفي المرحله ديت الجزيره بتبدا تغرق والكل بيجري يحاول يطلع في اعلى نقطه فيها، وبكده الصدام هيكون مباشر وهيتم اقصاء معظم الفرق. فعلا عشيره لينغ كانت بدات تتحرك وبيخرجوا الحيوانات بتاعتهم وبيستعدوا للقتال. بيوصلوا عند المكان هنا وهوب بيلاقوا هارو فيه. ايوه العشيره بتاعته كلها موجوده وشكله كده مش ناوي على خير وبيبدا القتال. على طول الكل بيتقسم وهارو هيواجه لينج وليون مع بعض. اما الواد ده فبيستخدم الاخطبوط بتاعه وبرجل فان بيشده وخلاص هيقع في البحر. بس الواد في اخر لحظه بيحدف الاساور اللي في ايده الجون وبيقول له دقيقتين وهاخدها منك قبل ما الوقت يخلص. لا عاش على الثقه والله. في الوقت ده كان هارو بدا في القتال وجون هي كمان هتقاتل الواد ده. جون والراجل العجوز ده هيقاتلوا الديناصور والكل محتار ومش عارفين يعملوا ايه. تخيل بقى ان فان هيسيبهم كده كتير؟ لا والله. على طول الواد بيمسك السمكه بتاعته في الميه وبيقول للوحش اللي قصاده تمام، بيخليها تهجم عليه وبتتفادى كل هجمات الاخطبوط بسرعه جباره وبتربط كل دراعاته. ما عادش فاضل لفان غير دقيقتين بالعافيه ولازم ينهي الوحش ده فيهم. تخيل بقى انهم قليلين. لا والله. الواد بيخلي السمكه تلف وتعمل دوامه علشان تشفط الوحش ده. صاحب الاخطبوط بره كان فرحان ومفكر نفسه فاز، ولكن ده عندها يالا. السمكه بتشفط الاخطبوط وبتمتص طاقته وفان بيطلع من البحيره بكل سهوله. النبته اللي معاه تدي للراجل ده رجل واحده وبوم بتخلص عليه. بعدها الواد بيروح على جون علشان ياخد الصور بتاعه منه، وجون لما بيشوفه ما بيكونش مصدق. خلاص بيقول اخيرا جيل هيلحقني وهيخلص
خلصني من الديناصور. انت عارف يا عم فان، ده انا خبيت صورك معايا وحاربت كل الوحوش علشان بس احميه. الناس كلها حاولت تضربني وتهني، ولكني وقفت زي الاسد علشان احمي الصور بتاعك. وهو في الحقيقه اصلا كان عاوز اسراء صديقي. بيقول له بعدها يلا خد وتعالى ساعدني. بس فان على طول بياخد الصور وبيسيبه ويمشي، والواد نور الحياه في عينه خلاص اتطفى. بيجري فان بعدها على جون وبيوقفها في نص القتال، وبيقول للباندا ما تقلقش انا مش هتدخل في القتال بتاعك، انا بس عاوزك تلون لي السمكه بتاعتي علشان ما حدش يتعرف عليها. بالفعل السمكه بتتلون وفان بيوصل عند هارو واخيرا بيفعل وضع القتال. بيتعصب منه جامد وبيقول له هعرفك مقامك، وده لانه فاكره هو الخاين والسبب اللي حول الحوت بتاعه لزومبي، لان القطه بتاعته هي كمان زيه واكيد ليه ايد في الحوار. ليون هو كمان بيقرر يسيبهم ويساعد جون ضد الديناصور، وشكلهم كده مش هيقدروا عليه. فعلا يا صديقي العيال بتهجم على الوحش بكل قوتها وبغباء، والوحش بيتحرق قدامهم. لسه كانوا هيفرحوا بوم الوحش بيفعل مهارته الخاصه، بيخلص على كل النار وبيستخدمها على الوحش كمان، ومحدش فيهم بقى قادر يتحرك. الديناصور لسه كان هيخلص عليهم وبوم لونغ في المكان. ايوه بيدي واحده للديناصور تخلص عليه، والتنين بتاعه بيوصل متاخر، وطبعا ليون بيشكره والدنيا اخر حلاوه. عند جون بقى كان الباندا مش راضي يسمع كلامها وعمال ياخد ضربات في كل حته. الباندا اللي قصاده كان جامد والبنت مش عارفه تعمل اي حاجه معاه. تخيل انها تفضل كده. لا والله مره واحده البنت بتفتكر الماضي وبتفتكر المعلم فان، بتتشجع جامد وبتمسك الباندا وبتقول له اسمع الكلام. بيهجموا هما الاثنين على الوحش بهجمه ضوئيه وبوم بتعميه، بعدها بيغير شكله زي التاني وهوبا احلى مسا عليك. ايوه كده كمان جون كسبت والكل انتصر وما عادش غيرك يا باشا في القتال. يا ترى بقى فان هيقدر يفوز عليه ولا هيحصل متغير في المعركه دي؟ بتبدا المعركه وبيبدا الجمدان. هارو بيفعل قوته والقطه بتجهز، وكمان فان بيفعل قوه السمكه اللي معاه والميه خلاص حواليه. بيبدا القتال من هنا وهارو بيحس ان هو شايف المعلم بتاعه. ايوه هو زمان واجه المعلم بنفس الهجمات ديت لما القطه كانت لسه عايشه، وكان قتال جامد جدا. الواد بيتفاجئ ان فان بيعمل نفس حركات المعلم بالظبط وبيتعصب منه على الاخر وبيزعق له. بيهجم عليه بهجمات من حديد ولكن ضرباته كلها معدومه الفايده، مش قادر يعمل اي حاجه ليه. تخيل ان الدنيا هتستمر على كده؟ اكيد يا باشا، ده فان عمه اللي بيقتله. الواد بيحبس القطه بتاعته بالميه وخلاص هيفوز عليه. هارو بقى بيتعصب وبيفتكر ان القطه قدرت تعدي الهجوم ده قبل كده وخلاص مستنيه تهرب من جديد، ولكن بتاخد الضربه وبتترمى في الجدار. واقعد يا صاحبي انت خلاص خسران. الواد بيتعصب ولسه عاوز يهجم عليه، ولكن خلاص فان جاب اخره وضربه الضربه النهائيه وفاز. ايوه هارو بيفتكر ذكرياته وبيحس ان الكل اتخلى عنه وسابوه وحيد. بيفوق بعدها بيلاقي نفسه متكتف مربوط وبيزعق علشان يحرروه، بس فان بيزعق مره واحده وبيساله انت ايه علاقتك بموت المعلم فان؟ الواد بيهدى كده ولينج بتتصدم ومش عارفه هو ساله ليه السؤال ده. وقتها هارو بيتعصب منه وبيقول له انت اتجننت ولا ايه؟ انت مفكر ان هاذي المعلم اللي بحترمه اكتر من نفسي؟ انت دماغك فيها حاجه؟ فان بيزعق له وبيقول له ايوه فيها، فانت القطه بتاعتك اتحولت لزومبي زي الحوت بتاعه اثناء الاختبار، وده معناه حاجه واحده بس، وهو انك اكيد تعرف مين اللي عمل فيه كده. هارو وقتها بيضحك وبيقول له اهو انا كده فهمت انت ليه متعصب مني. بيحكي له اللي حصل بعد ما ساب الطائفه ومشى منها في اخر مره اتقابلوا. بيقول له انا حاولت ادور على علاج للحيوان بتاعي في كل مكان ولكن ما لقيتش اي حد يعالجها، لفيت كتير وكتير لحد لما في يوم بلاقي الطائفه ديت بسمع انها تقدر ترجع القطه للحياه، وعلشان كده بديلهم القطه وبيعالجوها فعلا، بس مش بشوفهم عملوا كده ازاي ولا ايه اللي حصل. وكمان علشان عالجوا القطه بتاعتي اجبرت اشترك فيها حق العلاج وبقيت معاهم. اما بقى حوار موت المعلم فانا ما اعرفش ايه اللي حصل بالظبط. وقتها فان بيفهم الدنيا وبيطلق سراحه، بيقول له طالما انت ما عملتش حاجه فبعد البطوله دي تخرج من الطائفه وارجع لينا من تاني. الواد وقتها بيحس ان المعلم هو اللي بيكلمه وخلاص هيمد ايده للتعاون من جديد، بس فجاه بتوصل بنته وبتهجم على الكل وبتدمر المكان. ايوه دي واحده من طائفه الانياب وجايه علشان تجمع النقط ومش هتسيبهم غير بعد ما تاخدها، وعلشان كده لينغ بتبعد عن هارو اللي لسه زعلان وبتجري على الغابه تحاربها باستخدام الحيوان بتاعها. لينغ كانت جامده وبتنجح انها تصيب البنت فعلا ولكن مش قادره عليها. ايوه البنت قوتها عاليه جدا وبتحدفها في الغابه وبتحرق كل المكان حواليها. لينغ كانت بتصارع وبتصرخ من قله الاكسجين ونفسها حد يجي ويلحقها. في الوقت ده هارو كان لسه واقف بيفتكر ذكرياته وبيفتكر كل اللي مر بيه، بيحس بوجع كبير جدا في قلبه ناحيه الطائفه وانه خانها ونفسه يرجع لهم هيبتهم من تاني. بيفوق من ذكرياته على صراخ لينغ وبيكرر يروح عليها ويخلصها. البنت فعلا كانت خلاص هيغمى عليها، بس فجاه الوحش بيوصل في المكان وبيشيلها، بيعدي من وسط النار وبيسيب القطه بتاعته فيها وخلاص قرر يتخلى عنها، قرر يتخلى عن حيوانه الوحيد والاول
الجبل علشان يرجع علاقته مع الطائفة وينسى طبعا كل الذكريات. لينغ كانت بتحاول تخليه يرجع ويجيبها، ولكن القطة بالنسبة له ماتت في يوم الدفاع عن الطائفة بتاعته، والقطة ديت خلاص مش بتاعته. لقطة حزينة والواد دموعه بتنزل، وحرفيا مشهد مؤثر جدا. في الوقت ده وتحديدا على قمة الجبل بيظهر أعضاء طائفة الأنياب، العجوز ده منهم والواد أبو دراع وكمان البنت ديت. أيوه دول أخطر فرقة في البطولة، وهم اللي جايبين على نقط لحد دلوقتي. مش بس هم الثلاثة، لأ ده كمان زعيم الطائفة بتاعتهم بذات نفسه موجود وبيأمرهم يخلصوا على الكل. بالفعل بينزلوا من الجبل وبيبدأوا القتال. جون وليان بيقتلوا العجوز ده، أما جيان فهتقتل أبو دراع. أخيرا فنهاية البنت اللي بتطير، والوضع مدعكة بكل معاني الكلمات. أيوه العجوز ده كان شغال ضرب في جون وصاحبه محدش قادر عليه، شغال ضرب فيهم من كل الاتجاهات، والعيال حرفيا بتعاني ومش قادرة تعمل أي حاجة. في الوقت ده لون غتيان كان موجود فوق الجبل وشايف صاحبه بينضرب من جديد قدامه. هو استنزف كل طاقته علشان يحميه قبل كده، وحاليا ما عندوش أي مهارات أو أي حاجة يقدر يساعده بيها. أبوه بيطلب منه يمشي من هنا ويستنى يمكن يكسبوا البطولة، بس الواد بيقول له لأ. بيقول له أنت قلت لي لما تقابل شخص وتعتبره صاحبك فما تسيبهوش أبدا أو تخونه. أنا خلاص قررت هستخدم المهارة المحرمة. أبوه طبعا ما كانش عاوزه يستخدمها، بس علشان الصحاب أي حاجة بتهون. في الوقت ده بقى كان العجوز وقع ليان وجون وخلاص رايح عليهم علشان يقتلهم، بس تخيل ان لونغ هيسيبه. لا والله الواد بيلحقهم في اخر لحظه وبيقول له ما تقلقش انا خلاص هحميك. ليان طبعا بيفرح ومش عارف يقول له ايه. بعدها بيخلي التنين ياخد العجوز ويطير له فوق، بيضرب ضربه زلزلت المكان، والعجوز على طول بيزود طاقته وبيعور التنين وبيقع على الارض. خلاص خسران. بس تخيل بقى ان دي المره المحرمه. لا والله الواد بيستخدم 10% منها وبيطير على العجوز يدغدغ دماغه. ايوه العجوز بيفوق وبيحاول يضربه، ولكن فين يا حبيبي فين؟ ده لونغ عمك وهيكسرك. في الوقت ده بقى العجوز بيتعصب جامد وبيفعل كل قوته، وخلاص الواد اتحبس وهيتقتل. ليان بيروح بالوحش الصغير بتاعه علشان ينقذه، بس برضه الوحش بينضرب وخلاص الكل هيموت. تخيل ان لونغ هيسيب العجوز ده يعملها؟ ما تقولها معايا. لا والله الواد بيمتص كل قوه التنين وبياخد طاقه بتزلزل المكان، بيكسر العظم اللي حواليه وبيطيره لبعيد. وهوبا احلى مسا عليك. ايوه كده لونغ كسب والعجوز خلاص خسر، ويلا بينا على القتال اللي بعده. في الوقت ده بقى كانت جيان مش قادره تقاتل الواد اللي ضدها، وحرفيا طالع عينيها بتتعور في بطنها وبتجيب دم من كل حته، والباندا بيشيلها ويستخبى علشان يقدر يهرب بيها، بس المجرم بيعرف مكانهم وبيعور الباندا وخلاص ما عادش قادر يتحرك، بيقع يجيب دم من بقه، والواد بيجهز الهجوم الاخير علشان يقتله. في الوقت ده جيان بتفتكر المعلم فان وبتفتكر قدراتها المخفيه وبتزعق بأعلى صوتها، بتفعل قوتها وهوب الباندا بيمسك الهجوم. ايوه بيحدف البتاعه ديت بعيد والواد بيقابله وهوبا بوكس واحد بيخلص الموضوع. ايوه كده جيان والباندا خلاص فازوا، ما عادش غير فان والبنت ديت. بس لو كان الكل عانى في الهجوم فانت ما تعرفش ان فان عمك ولا ايه. بيفادي كل ضرباتها وبيخلي النبته تمسكها، وبعدها بيطلع الوحش الجديد بتاعه بيحوله لسلاح وبوم بيخلص عليها. ايوه كده الكل فاز وفرحانين، وبيقابلوا لينغ كمان وهارو والدنيا اخر حلاوه. هارو بيديله السوار بتاعه وبيقول له ياخد النقط اللي فيه. فان بقى كان في قمه السعاده وبيساله هو هيرجع للطائفه بتاعتهم امتى، ولكنه بيقرر يفضل في الطائفه الثانيه ويدور فيها على اي دليل يعرفه مين اللي قتل المعلم. المهم كانوا بيتكلموا والدنيا تمام، وهوبا الزعيم لسه موجود. ايوه زعيم طائفه الانياب بيفعل قوته وبيمتص قدرات اصحابه وبيقول لهم شويه حثاله مفيش منكم فايده وانا هعرفكم ايه اللي هيحصل. بتتغير هالته وشكله كمان بيتغير وبيضرب ضربه بعينه زلزلت المكان. الضربه ما جاتش في حد ولكنها جت في السلحفه اللي شايله الجزيره. الكل خلاص هيغرق بعد ما الميه تيجي عليهم، بيقعوا كلهم في الميه فعلا وهو طاير لفوق، وخلاص شكلهم هيخرجوا من البطوله. لينغ بقى كانت واقعه مش قادره تتحرك وهتموت، بس فان بيمد ايده وبيساعدها. ليان بيساعد لونغ هو كمان، والوقت بيعدي وخلاص الكل هيخرجوا. السفينه اللي بتراقب بتبعت ناس تنقذ الغرقانين، واللي بيقعد في الميه اكتر من 3 دقايق بيقصى. زعيم الطائفه بقى فرحان ومش مصدق عينيه، وايوه الكل بيخسر من الفرق الموجودين وما عادش بس غير فريق واحد في البطوله. ايه ده لسه في فريق تاني؟ تخيل هو منها صديقي عمك فان لسه موجود في الجزيره، وكده مفيش غير واحد منهم بس هو اللي هيكون البطل. يا ترى هيكون فان ولا زعيم الانياب؟ تعالوا بينا نكمل علشان نعرف. في الوقت ده زعيم عشيره الانياب بيتعصب لما بيعرف ان لسه حد موجود وبيقرر يروح على الجزيره علشان يمسكه. فان بقى في الوقت ده كان مستخبي هنا واقف مع السمكه بتاعته وبيجهزها علشان تتطور بعد ما امتصت كل طاقه الاخطبوط وبقت جواها. جايب لها حجر كمان متجهز وبيقول لها ان ديت هي الفرصه الوحيده اللي ممكن تخلينا نقدر نفوز. بالفعل بيبدا يطورها والدنيا اخر حلاوه. في الوقت ده بره بقى وتحديدا هنا كانت البنت ديت عرفت ان في شخص لسه عايش من جناح لينغ. هي واخوها اصلا بيحبوا الجناح ده وبيشجعوه، وما يعرفوش ان اللي هناك هو نفس الشخص اللي حط على البنت وسرق سمكه السلور بتاعت اخوها. عامه فان اخيرا بيخلص وبيطلع علشان القتال، وزعيم عشيره الانياب بيشوفه بيرحب بيه وبيستهزأ وبيقول له اجهز علشان هتخسر. فان بقى هو كمان بيستهزأ بيه وبيقول له واجهني بكل قوتك علشان لما تخسر ما تتحججش انك ما كنتش تعرف. الراجل بيتعصب من الكلام وبيهجم عليه، وهي واحده بس وفان بيمسك الهجوم.
السمكه هي كمان بتاخد الباقي. واحلى مسا عليك يا عم. الزعيم بيتفادى الهجمات كلها وبيهجم على الواد بغباء، والواد بسرعه جنونيه جدا بيهرب من كل هجماته. بيقرب عليه وبيستغل ان في فرع شجره قدامه ويبلع بقى ويركن في جنب شويه. الزعيم بيقع على الارض متبهدل، اما فكان لسه عمال يستفز فيه علشان يجيب اخره. في الوقت ده الزعيم بيتعصب جامد وبيقول له تمام، وبيطلع فقرات عظميه بتضرب من كل اتجاه. السمكه بتتفادى الهجمات وبتروح في اتجاه واحد، ايوه بتروح في الاتجاه اللي الزعيم واقف فيه. بيضربها ضربه زلزلت المكان بالكامل، بتطيرهم بعيد. وفان كان قادر يصد الهجوم بالعافيه ولسه ما لحقش الزعيم بيهجم عليه تاني. هجماته كانت اسطوريه ومفكر ان فان خلاص هيخسر، بس تخيل ان فان هيسكت له. لا والله الواد بيستخدم مهاره جديده وبيتحد مع السمكه، وايوه شكلها بيتغير وبتبقى اقوى، وحرفيا العجوز بيتجنن بيجمع كل قوته وبيهجم عليه. ولكن فين يا حبيبي فين؟ السمكه بعد التحول الجديد بقت مختلفه وبتتفادى الهجمات كلها. العجوز ما كانش عارف يضرب فين ولا منين، فانا كمان بيستخدم النبته تحته وبيلبخه. بعدها بيروح على السمكه يروق عليه، ايوه ما تاخد القلم ده مني كده وتصطبح. بياخد الضربه الاخيره وبيترمى في البحر وخلاص شكله هيتهد. ولكن العجوز ما بيستسلمش برضه، بيطلع ليزر من كل مكان وبيهجم بيها على فان. شكله كده عاوز يخلص الكلام، بس الواد بسرعه جنونيه جدا بيفادي كل هجماته ومحدش قادر عليه. العجوز بيركز الهجوم كله في مكان واحد والسمكه بتتصاب. فان خلاص هيخسر، بس تخيلوا انه هيخسر والكلب موجود. لا والله الواد بيستخدم الكلب وبيخليه يعمل حمام، وحرفيا ده شغال بيطيره في الجو. بيفادي كل الهجمات وبيقرب منه كمان وبيطلع الوحش الاخير بيحوله في ايديه، وجناح لينغ لسه موجود يا بيه. هي ضربه واحده بس خلصت الكلام. وايوه رسميا جناح عشيره لينغ الفايز في القتال، وفان هو بطل المعركه. الواد بيقع كده من السما مش قادر يتحرك، والسمكه بتجري عليه علشان تلحقه. اخيرا الكل بيعرف باللي حصل، وحرفيا البنت ديت واخوها كانوا في قمه السعاده. بيقرروا يروحوا يجيبوا الفايز بنفسهم وبالمره يعرفوا مين ويتصدموا يا صديقي. في الاثناء ديت كان فان فرحان جدا وقاعد جنب السمكه بتاعته، ويا دنيا تهدي ما عليك قدي. كان فرحان جدا وناسي وما يعرفش ان الحاجات اللي ملتصقه بزعيم الانياب لسه فيها الروح متعصبه علشان خسر وبتخرج من جسمه وبتبدا تاكل فيه. فان لما بيشوفه ما بيكونش مصدق عينيه، وبعدها بيظهر وحش قدامه، وحش قوي جدا معافى بكامل صحته، وحرفيا فان مش قادر اصلا يتحرك. الوحش بيهجم عليه بهجوم مميت، والسمكه بتتفادى الهجوم ده باعجوبه، لكنها بتتصاب. وساعتها الواد بيرجعها جوه جسمه، بيشوف اي حاجه يهرب بيها من المكان، بس الوحش بيقرب منه وبيكتفه حواليه، وحرفيا خلاص هيموت. بيطلع الوحش الاخير بتاعه وبيهجم بيه على عينيه، بس الوحش بيتكسر. خلاص ما عادش ليك مفر يا باشا، ايوه هتموت قدام الكل ومحدش هيسمي عليك. بس فجاه ايد غريبه بتخرج من جسم فان وبتكسر الوحش وبتبعده. ايوه الواد كان حاسس بالطاقه ديت زمان ومش عارف مصدرها. الايد ديت كمان بتتكلم وبتقول مين اللي صحاني دلوقتي؟ انت عاوز تموت ولا ايه؟ الوحش بيهجم على فان تاني وبيتحاصر، والواد بيندى على الايد تطلع من جديد، بس الايد مش راضيه تسمع كلامه، وخلاص ما عادش في حل قدامك وهتموت. بس فجاه الوحش ده بيظهر وبينقذه. ايوه اخو البنت ديت خلاص في المكان وهيلحقك يا عم، هيروق عليك كمان. في الوقت ده بقى فان ما كانش في وعيه اساسا، هو حاسس ان هو موجود في مكان مختلف. جواه في وحش نايم محبوس من زمان، وشكله هو اللي قتل صاحب الجسم ده قبله. فان ما كانش قادر يسيطر عليه ولا عارف هيعمل ايه، والبنت الغبيه ديت هي كمان بتقرب منه، مفكره ان هو محارب جامد وهتحاول تغريه. ولكن الواد كان الوحش اتحكم فيه وبيهجم على البنت وبيحاول ياكل روحها. في الوقت ده كان الاخ منشغل بقتاله مع الوحش اللي قدامه ومش فاضلهم اساسا. بيسرع من وتيره القتال وبيجمد الوحش بالتلج بتاعه، وخلاص هيديله النهيه. بيديها له فعلا وبيخلص عليه، وبعدها بيبص على اخته كده وبيتصدم. انت بتعمل ايه يا ابن الهبله؟ بيجري عليه يرزعه بالرجل التمام وبيحدفه في الميه علشان يفوق. فانا اخيرا بيفوق وبيرجع لوعيه، بس بوم بيلاقي نفسه متكتف والتعبان مسكه. الاخت ديت كمان بتحكي لاخوها عن اللي عمله، وان هو الشخص اللي سرق سمكه السلور واللي كانوا جايين علشان يباركوا. بيقرروا يدوا له علقه تمام التمام، ويا حظك النحس يا عم فان. في الوقت ده بقى كل اعضاء العشيره بيعرفوا ان فان هو اللي كسب، والكل بيفرح وبيزقطط ومحدش مصدق الجمدان. لينغ على طول بتسال المشرف ده على فان، ولكنه مش عارف هو فين. بيقول لها سمعت ان هو اتاخد علشان يتعاقب في عائله لان، ومحدش عارف ايه اللي ممكن يحصل له هناك. في الوقت ده بقى فان كان ماشي معاهم فعلا وبيفتكر ذكرياته. بيقول ياه ده انا رجعت لاول مكان كنت فيه، ده الدنيا ديت غداره قوي يا صاحبي. اخو البنت بيسمعه بيقول له ما تقولش غداره. فزعيم جناح لينغ ما كانش عمره هيخلي حد من طلابه يقول كده. فان بيتصدم من كلام الواد ده وبيقول له ده انت شكلك تعرفه بقى يا عم، انتوا متقابلتوا مره ولا ايه؟ الواد بيحكي له على اللي حصل، وانه قابله مره واحده بس في المكان هنا، كانوا بيلعبوا شطرنج وكان عمال يستفز فيه ومفكره مجرد واحد بيدعي الكمال، وشويه وهيخسر زي اللي قبله ويستسلم ويموت. ولكنه كان بيفاجئني كل مره عن اللي قبلها، بيزيد قوه بشكل جنوني. كان شايل الجناح بتاعه كله على كتفه وبيعدي كل العقبات بيهم يوم ورا التاني. وفي الوقت ده قوته كانت عماله تزيد لحد لما الكل بيعرف باسمه، بيهتفوا له في كل حته. وفي الوقت ده فعلا فان بيفتكر كل اللي قال عليه، وبيفتكر ان هو بعد كل ده اتغدر بيه ومات ومش عارف ايه اللي حصل معاه. كان لسه هيغرق في اليأس، ولكن بيشوف ذكريات صحابه، بيشوفهم وبيفتكر كلامهم
احلامهم وكل حاجه عملوها لحد دلوقتي. بيفرح جدا وثقته بترجع له، وبيحس ان هو مش لوحده في المكان. بيقول لاخو البنت ما تقلقش، انا مش لوحدي زي رئيس الجناح، انا معايا الكل واقف في ظهري بيشجعني، ومن غيرهم انا مش هكون حاجه. وقتها الاخ بيتحمس جدا من كلامه وبيفرح، وده ايه الحلاوه ديت. بعدها بيسالوا عن سمكه السلور بتاعته اللي سرقها، وبيطلب منه يرجعها علشان يطلق سراحه. الواد حرفيا ما كانش عارف هيقول له ايه، وبيقول له يا عم ده انا شويتها وكلتها من يومها. الاخ في الوقت ده بيتعصب وبيقول له عقابك هيكون على ايدي، وشكله هيتروى على صديقي. في نفس الاثناء ديت بقى كان باقي الجناح قاعدين في امان الله، وبيقرروا يروحوا يجيبوه الصبح، ولو ايه حصل فهو بالنسبه لهم املهم الوحيد اللي هيرجعهم على الخط من جديد. فان بقى في الوقت ده كان قاعد مزاجه في السحاب، وبيبص في السماء كده وبيقول الحمد لله قدرنا نعدي اول مطب في طريقنا، وخلاص اللي جاي سالك. فهل يا ترى هنكمل على كده ولا ايه اللي هيحصل معانا؟ استنونا بقى في الموسم الثاني من حكايه فان اللي لسه ما نزلش لحد دلوقتي، ولما ينزل باذن الله هلخصه. واهم حاجه ما تنساش تصلي على النبي وتشترك في القناه بتاعتنا. ويلا يا عم، سلام سلام سلام.